كل جنيه انت بتصرفه وبتدخله لازم تكتبه، لازم تعمل بيه قوائم ماليه، علشان بعد كده هيجي مستثمر يسالك انت بتعمل كام؟ بعمل قد كده. اللي يثبت الكلام ده وريني القوائم بتاعتك اللي بتقول ان انت صرفت وان انت دخلت الكلام ده. فبالتالي من هنا ده خطأ اوعى تقع فيه، ان انت تبتدي البيزنس بتاعك وتتجاهل ان انت تعمل اوراق رسميه للبيزنس بتاعك، بمعنى صح تطلع شهاده ميلاد للبيزنس بتاعك، او ان انت تتجاهل تسجيل الحسابات وكتابة كل جنيه داخل وخارج، علشان ده هيفيدك بعد كده في تحليل البيزنس بتاعك، وهيفيدك بعد كده لما اي حد يجي يستثمر معاك فلوس، وهيفيدك بعد كده لما تبتدي تتقدم للضرايب وتدفع الضرايب بتاعة البيزنس بتاعك. ديت اخطاء اوعى تقع فيها، وديت نصيحة ابتدي بيها في بداية البيزنس بتاعك. ونصيحة اخيرة، تابعني واعمل لي اعجاب علشان هتستفيد مني الفترة اللي جاية، عشان عامل لك سلسلة اسمها اخطاء البدايات في الشركات، وايه الحلول اللي تعملها علشان ما تقعش فيها زي ما انا وقعت فيه. لو انت ما تعرفنيش، انا محمود فرج، صاحب شركة اي خدمة في البيزنس لتطوير الاعمال والتسويق.